عرفنا في الفيديوز اللي فاتت ازاي نكتب publisher وازاي نكتب subscriber وازاي نرن ازاي بنرن النودز بتاعتنا عن طريق السيت اب دوت باي ان احنا بن point out الفانكشنز اللي احنا عايزين نرنها. في السيشن ده او في الفيديو ده هنتكلم بقى عن السيرفر والكلاينت وازاي السيرفر والكلاينت بيشتغلوا وايه الفرق بينهم وبين الببلشر والسبسكرايبر. طيب، الببلشر والسبسكرايبر زي ما عرفنا ان الببلشر بيبعت المسجز بيبعتها one way continuously والسبسكرايبر بيستقبلها ومش بيستنى حاجة من او الببلشر مش بيستنى حاجة من السبسكرايبر، يعني مش بيستنى رد من السبسكرايبر. فهو الببلشر بيبعت one way ومش بيستنى اي فيدباك او اي رد من السبسكرايبر. قصاد كده بقى في السيرفيس او في السيرفر كلاينت، معلش، اللي بيحصل ان هو بيكون عندي الكلاينت بيبعت ريكوست للسيرفر نود، يعني كلاينت نود بتبعت ريكوست للسيرفر نود وتقوم السيرفر نود بترد بريسبونس على الكلاينت، والريسبونس ده بيكون فيه مثلا الاديشن او السم مثلا بتاع تو انتجرز مثلا او تو فلوتس او بيكون ايا كان الريسبونس بيكون ايه. هو بيرد عليه على السيرفر بيرد على الكلاينت. طيب، هنبدأ دلوقتي نimplement النود بتاعة الكلاينت او بتاعة السيرفيس سيرفر او السيرفر اللي هو هيرد بريسبونس او اللي هو بيكون الكلاينت بيبعت له ريكوست. اول حاجة هنعملها ان احنا نقول import rcl_by زي كالعادة، وبعدين هنعمل from rcl_by dot node import node. تمام، وبعدين هنقوم عاملين from example interfaces dot services او dot service يعني import add to ends. طيب، انا هنا هعمل حاجة دلوقتي هوريك ازاي السيرفيس ديت بتكون من جوه. يعني ايه ازاي بتكون من جوه؟ يعني دلوقتي زي ما انت شايف هنا الستراكشر بتاع السيرفيس ديت بيكون عبارة عن الريكوست والريسبونس وما بينهم زي 3 subtraction minus sign، يعني 3 dashes كده. بيكون ده الريكوست ان انا هبعته، الكلاينت هيبعته للسيرفر، وده بيكون الريسبونس بتاع السيرفر. وهنشوف ازاي بقى بنستخدمهم في خلال من خلال الكود يعني. تمام، فدي بس حاجة كده ايه عشان نبقى فاهمين ايه ايه السيرفر، ايه السيرفيس قصدي من جوه، وازاي بيكون شكلها عامل ازاي يعني. تمام. طيب، بعدين عندنا الكلاس، هنقاد السيرفر، نخش نوت، نقوم عاملين definition and function برضو الاوتو كونتينيو بيعمل نفس الغلطة self، عاملين نفس الحاجة هنقوم عاملينها. معلش بقى ناخد كوبي بسرعة عشان اسهل. مسمينها add server مثلا، وبعدين هنبدأ بقى نعرف السيرفر بتاعنا. طيب، هنقوم عاملين self create service، وهتكون من نوع اللي هو add to ends اللي احنا عملنا له import، وبعدين هنسمي السيرفيس بتاعتنا add to ends اللي الكلاينت هيبعت لها الريكوست بتاعته، وبعدين هنعمل call back اللي هي هتجت triggered once ان السيرفيس اتعرف واتبعت له request. تمام. طيب، وبعدين ممكن نعمل logger برضو عشان نقول ايه ان السيرفر is ready. requests. تمام، لحد هنا الموضوع سهل وبسيط ومفيش اي
اختلاف تقريبا عن الحاجات اللي عملناها عن اللي عملناه في السبسكرايبر او في الببلشر. ماشي. بعدين عندنا الاد كول باك اللي هي هتجت كولد او هتجت تريجرد وانس ان حصل ريكوست من الكلاينت، وبتكون فيها response فيها request وفيها response. تمام. والريسبونس بتاعها الستراكشر بتاع الريسبونس بيكون هو السم اللي احنا وريناه قبل كده، والريكوست بيكون ال a plus plus ال b. تمام. طيب كده انا عملت الكول باك وعملت الريسبونس اللي هيجي من السيرفر للكلاينت، وفاضل بس ان احنا ايه نعمل نفس الحاجات اللي هي بتاعت اخر مرة زي السبسكريبشن، هو ان انا هقوم عامل المين بتاعتي اللي هتران النود continuously بقى. تمام. طيب وهنا طبعا لازم اريتيرن الريسبونس بتاعي. فهي الكول باك دي وانس ان الكلاينت عمل ريكوست السيرفر على السيرفر سوري على السيرفيس، السيرفر هيرد بريسبونس اللي هو هيكون السم بتاع الريكوست A plus B او هيكون A plus B بس كده. تمام. فباختصار ده هو ده السيرفر. طيب بعدين هقوم عامل المين بقى بتاعي هيكون نفس بالظبط الحاجة، فبالتالي هنعمل له copy paste بسرعة بدل نقعد نكتبه تاني، بس هنغير الاد سيرفر اسم النود لاد سيرفر، وبقية الحاجات كلها هتكون متسابقة. تمام. كده احنا خلصنا ازاي نكتب سيرفر. الفيديو الجاي هنكتب الكلاينت وبعدين هنعمل راننج للتو للسيرفر والكلاينت.